ودلوقتي جه ميعاد الأغنية المسلية مع تيخا. في الجزء ده من الحلقة تيخا بيجي ويغني لنا أغنية مسلية. لحظة واحدة، استنى، وقف الكلام لو سمحتوا. أنا عندي إعلان. بدافع الحرص على التمسك بالمستوى العالي للبرنامج ده، وبناء على النتائج المأساوية للأغاني السخيفة اللي فاتت، قررت إدارة البرنامج تقديم مؤلفات موسيقية لممثلين تانيين في الجزء ده، واستعرضنا عدد كبير من الأغاني وتم اختيار أنسبها بناء على الحس الفني العالي للي بيقدمها. شكرا ليكم. قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي إن الأغاني السخيفة اتلغت لحين إشعار آخر. بقى كده؟ طب اخرج ازاي من المصيدة اللي مسكاني؟ أنا متأكد إنك هتلاقي طريقة. ودلوقتي جه ميعاد الأغنية الرومانسية مع أستاذ أدري. في الجزء ده من الحلقة الأستاذ أدري بيجي ويغني لنا أغنية رومانسية. صاحبنا راح يشتري تشيز برجر ومعاه حاجة ساقعة كمان. قالت له أسفة مش راح نديلك، قال أكونش غلطت أنا في العنوان. قالت له لأ بس احنا قفلنا، ما تروح وتجيلنا بكرة. قال لها ده أنا ساكن بعيد، انتوا في الهرم وانا في شبرا. لأنك يا تشيز برجر لذيذ يا تشيز برجر، وهو يستناك، هو هيستناك. نفسه في تشيز برجر، بيحب تشيز برجر وعايز ياكله، هو كده هيستناك. فضل نايم للصبح في عربيته، واما صحي كان من الجوع اتعدم، وشاف طرف الاعلان قدامه حلو وكمان بنص التمن. قام فكر انه يروح يجرب، ازاي هيرفض العرض ده. لكن يا تشيز برجر ما تزعلش، هو اكيد راجع لك عالغدا. لانك يا تشيز برجر لذيذ يا تشيز برجر، وهو يرجع ليك، هو يرجع ليك. نفسه في تشيز برجر، بيحب تشيز برجر وعايز ياكله، علشان كده راجع ليك. اصله هو يا تشيز برجر من قلبه بيحبك، وما فيش حاجة في الدنيا راح تبعده عنك. حتى لو ما كانش هو ناوي يفطر بيك، اكيد هتشوفه عالغدا جاي تاني راجع ليك. بيقولك نفسي انا بقطمة منك، الله يخليك، وانا جاي لك ابوس ايدك، اصلي محتاج ليك. انا جاي دلوقتي اتغدى بيك، عشان انت تشيز برجر. أنا بحسبك كنت هتغني عن طفولتك في اسكندرية. دي كانت أغنية رومانسية مع أستاذ أدري. المرة الجاية هنسمع أستاذ أدري بيغني عن طفولتي في أسوان.